بتبدأ حكايتنا النهاردة مع رورو اللي بتبدأ شغلها الجديد مع بائعين المشروبات في ملعب الباسبول، وبيبقى الحماس مليها للنجاح في أول يوم شغل. وفي نفس الوقت بنتعرف على صاحبنا مورا واللي بيبقى لسه متخرج وبيبدأ حياته العملية، وللأسف بيدخل في دوامة العبودية عند الشركات. بس بيبقى في مكان بيرتاح فيه دايما وهو ملعب الباسبول، فبيروح هناك على طول عشان يشجع فرقته المفضلة. وفي يوم من الأيام بيروح للملعب بعد الشغل علشان يتفرج على المباراة، وبيبقى الجو حماسي جدا والجماهير بتشجع بشدة. بس صاحبنا بيبان عليه النطوية شوية وبيقعد في المدرجات الفاضية بعيد عن المشجعين، وبيكون قاعد سرحان في الملعب. وبتقابله لأول مرة البنت رورو، وهي شغالة طبعا في الملعب لبيع المشروبات، فبتفضل تندى عليها عشان تسأله هيشرب ولا لا. وبيبقى صاحبنا ولا هنا أساسا بتزعق منه، وبتزعق له وبتقول له هتشرب ولا لا يا منيل انت. فبيعتذر لها وبيشتري منها المشروب كاعتذار لها. فبنلاقي ان رورو جريئة جدا وبتديله المشروب كله رغوة، وبتقول له كده يبقى 700 يوان. فبيستغرب من السعر ده وبيقول لها ازاي يعني، ده سعره غالي جدا. فبتحاول تقنعه وبتقول له ان الرغوة فيها انتعاش اكتر من المشروب نفسه. فبينصدم لان شخصيته ضعيفة وما بيعرفش يرد، وبياخد المشروب منها وخلاص علشان يريح دماغه. وبتضحك عليه رورو في اللحظة دي، بتقول له يا عم هو انت اهبل كده، انا بهزر معاك، انت صدقت ولا ايه؟ وبتملأ له الكوبايه كويس وبتشكره على انه اشترى منها ودعمها. وبيفضل مورو يتفرج على المباراه، بس بيتفاجئ ان رورو قاعده جنبه وما مشتش اساسا. فبيستغرب وبيسالها هي قاعده جنبه ليه؟ فبتقول له انها بترتاح، وبتقول له انت عندك مشكله ولا حاجه؟ فبيتكسر في صاحبنا ووشه وبيقلب الوانه وما بيعرفش يرد. فبتفهم رورو ان العده اللي شايلها تقيل خالص، والطلوع والنزول ده مرهق جدا بالنسبه لها. وبيلاحظ مورا ان البنت دي لغايه موته وبيبقى مصدع منها، بس بيبقى معجب بشجاعتها في نفس الوقت. وبيحاول يفتكر لو هو شافها قبل كده في حتة، بس ده بيكون من غير أي فايدة طبعا لأنها جديدة في الشغلانة لسه. وبتقول له رورو إنها كانت فاكرة إنها هتكسب فلوس كتير قوي في أول يوم ليها، بس للأسف ده ما حصلش. فبيرد عليها مورا وبيقول لها إن اللطافة بتاعتها ما كانتش كفاية إنها تبيع كتير. فبتستغرب كلامه وبتقول له أنا ما قلتش إني لطيفة، وبتغلس عليه وبتقول له أنا كنت فاكرة إني شجاعة، بس بما إنك شايف إنك كيوتة وجميلة فدي حاجة تانية. وبتقول له انت شكلك وقعت في حب يا واد ولا ايه؟ فبيتحرك مورا وبيبقى مش عارف يرد يقول لها ايه، بس بيقول لها انا مش قصدي حاجه والله من الكلام اللي انت فهمتيه ده. وفي اللحظه دي بيحرز فريق مورا هدف رائع، فبيزيد الحماس بين الجمهور وبيفرح مورا جدا بالاجواء. بس بتستغرب البنت رورو وبتقول له ما دام انت فرحان قوي كده مش بتقعد بين المشجعين وبتحس بالاجواء الجميله دي ليه؟ وبنعرف في الوقت ده ان صاحبنا معقد نفسيا وما عندوش اي ثقه في نفسه، وبيقول انه شخص متدين وعلشان كده ما ينفعش يقعد بين المشجعين ويشجع فرقة كبيرة زي دي، لأن اللاعبين المدهشين دول مش مستنين واحد قليل زيه يشجعهم. فبتستغرب رورو كلامه جدا، وبتحس ان هو اللي عايز حد يدعمه، فبتقرب بكل رئة من ودنه وبتشجعه على العمل بجد وانه شخص رائع ومميز. فبيقلب وش صاحبنا لوانه وبيبقى عامل زي الطماطمايه وبيبقى مش عارف يقول لها ايه، وبنلاحظ انه واقع في حبها خلاص. وبعد كده بتقوم علشان تكمل شغلها، فبيندوا عليها مورا وبيبقى مش عاوزها تمشي، الواد واقع على شيشته يا جدعان. فبيقول لها ما تمشيش. فبتستغرب بتقول له ايه ده يا اخي بيتك انت وقعت في حب للدرجه دي؟ فبيتحرك مورا وبتقول له ان مشربه لسه في ايده زي ما هو. فبيقول لها ان كل واحد له طرقه في التشجيع وبياخد منها مشربه وبيديه حسابه. فبتفهم رورا انه بيشجعها هو كمان بس باسلوبه، وبتشكر على تعاونه معاها. ولما بتطلع رورا من المدرجات بنكتشف انها مش جريئة في التعامل ولا حاجة، وان هي فعلا بنت كيوت وبتتكسب في التعامل مع الناس، بس كانت بتتعامل بجرأة علشان تقدر تخلص شغلها. وبتطير من الفرحة طبعا علشان ده اول يوم شغل ليها عاد على خير. وفي نفس الوقت بيبقى موروها بيفكر فيها وبيقول يا ريتني كان عندي ربع ثقتها في نفسي. وبتعدي الايام وبيرجع مرة من تاني للملعب علشان يتفرج على الماتش الجديد، بس المرة دي بيبقى عامل حسابه في وجبة من الاكل بتاعه المفضل. فبتظهر رورا فجأة وبتقول له عب عليك والله ازاي تيجي تاكل كده من غير ما تنفعني، وبتصب له المشروب وبتقول له خد عشان تبلع. فبيندهش موروها من جرأتها وبيقول لها ان اسلوبها اتحسن كتير في التعامل مع الزباين. وبيجرب المشروب المرة دي فبيلاقي ان طعمه احسن بكتير من اخر مرة، وبيبقى فاكر ان سبب اللي حصل ده انه شرب المشروب مع الاكل. بس بتفرح ان هو اخد باله، وبتقول له انها فعلا اول مرة حد يلاحظ التغيير ده لانها اتعلمت طريقة صب بها المشروب جديدة. فبيندهش موروها ان طريقة الصب بتفرق اساسا، وبيبقى عاوز يقول لها ان فكرة ان الحاجة اتغيرت دي بسبب الاكل، بس بيسيب البنت تفرح وبيبقى فاكر انها تقعد معاه زي المرة اللي فاتت. بس بيتفاجئ انها بتكمل شغلها عادي، وبيقول لنفسه انه غبي علشان ما فكر. الناس كلها زيه بتكسل وبيتفرج على الماتش بكل حماس. بعد كده بيشرب المشروب كله على طول وبيكون عاوز يشتري تاني، فبيدور على رولو بس للأسف مش بيلاقيه في اي مكان، وبيقرر يشتري من بقاعة تانية ولسه هيندى على واحدة تانية.
فبتطلع له رولو زي فلو علاز وبتقول له يا خان يا غدارة، أنا بعدت عنك شوية، هتروح تشتري من واحدة تانية. فبيعتذر لها على طول وبتقول له ما تكررش ده تاني، أنت زبوني الدائم. وبيقول في نفسه إنه زبون دايم وقلانيلا، هو بس جبان شوية وما يقدرش يرد عليها غير بحاضر وبس. وبيكمل فرجة على الماتش بعدها واللي بيكون مولع من الحماس. وفي اليوم التاني بتروح رورو الصبح بدري الشغل وبتسلم على عمها أمن المكان وبتستعد للشغل على طول وبتدخل المدرجات. بس في اللحظة دي بتقفها طفرة صغيرة واللي بتقول لها ان اسمها ميكو وعمرها 4 سنين واللي بتكون تايهة عن ابوها وامها وبتفضل تعيط طول الوقت. فبتشيلها رولو وبتحاول تهديها وبتاخدها بسرعة على امن المكان. فبيفهم العم ايجا انها بنت تايهة وبيبلغ دارة المكان علشان يزوقها عليها. وبيحاول الراجل الامني يعديها وفعلا بيديها ملبس علشان تهدأ، واول ما بتاخدها بتبتسم وبتهدأ خالص. وفي الوقت ده بيجي أهل ميكو واللي بيبقوا قلقانين عليها جدا وبيشكروا رجال الأمن على الاعتناء بيها. وبيفتكر راجل الأمن الشاب ده لما تاه وهو صغير في الملعب زي الطفلة دي، وساعتها العم إيجا هو اللي لقاه برضه وطمنه بالحلوة دي. وبيعدي الوقت بعد كده وبيرجع الكل للشغل بتاعه بسعادة من تاني. وبينقل بين المشهد بعد كده ليوكو واللي بتبقى مذيعة تلفزيونية وبتبقى راكبة المترو الصبح بدري علشان تروح شغلها، بس بتبقى متعصبة جدا من أكوب المترو لأن بيبقى مليان بالمشجعين اللي بيروحوا الملعب البسبول. وبنشوف رورو معاها في نفس المترو وبتقرا الجورنان على الأخبار الرياضية، بس بنلاقي حاجة غريبة وإنك رايحة ملعب البسبول مع إنها بتكره المشجعين اللي فيه، وده طبعا لأنها من معجبين اللاعب كوتشيرو. وبتقعد بين المدرجات وبتطلب طبعا المشروب من رورو واللي بيعدي من جنبها فبتدي لها رورو المشروب وقتها. سيء خالص الموسم ده لدرجة ان اول ما بيدخل الملعب بيهتف الجماهير انهم يبدلوه اساسا. بتتضايق جدا من طريقة المشجعين من جوزها بس بتمسك نفسها بالعافية، لكن بتتعصب جدا وبتقوم تنفجر فيهم وبتقول لهم بدل ما ينقصوا اللاعب المفروض انهم يشجعوه على التقدم. وبتسأل رورو لو كانت بتوافق رأيها، فبتقول لها رورو ان اكيد كوحيرو لسه عنده فرصة. وفي اللحظة دي بنلاقي كوحيرو فعلا بيضرب الكورة وبيهتف الجمهور له وبيعلن الحكم عن احراز كوحيرو لضربة قاضية ب3 نقاط. بتطير يوكي من الفرحة وبيبدأ كل الجمهور في تشجيع كوحيرو من تاني. وبعد ما بتهدي يوكا بتعتذر لرول عن مشكلتها مع الجمهور وبتشتري منها مشروب تاني علشان تعوضها. فبتقول لها رورو ان مفيش دعوة للموضوع ده، بس بيصر كل المعجبين على انهم يشتروا منها. فبتدي لهم رورو المشروبات وبتشكر لهم على دعمهم. وبعد انتهاء العمل بترجع كل الفتيات لغرفة العمل علشان يغيروا ويرجعوا لبيتهم تاني. وبيفضل البنات يضحكوا ويهزروا مع بعض ويقولوا لبعض على طريقة زيادة عدد المتابعين على الانستا، زي الانستا اللي انا سايبولك تحت كده يا صديقي، وانت مش بتروح تعمل فولو هناك. واللي بتكون افضل طريقة هي نشر صور باستمرار وبالذات عن الوجبات في المطعم. بس بتكون رورو متضايقة في وقتها علشان كل البنات اللي معاها بيتعاكسوا من المشجعين ما عدا هي، بس بتفتكر في اللحظة دي وبتسألها البنات لو في حد معجب بها هي كمان. فبتقول لهم ايوه في واحد الفترة دي، فيقنعوها انها تكلموا على الانستا. فبتضحك رورو وقتها وبتقول لهم اكيد، فبيطلبوا منها حسابها علشان يتابعوها هي كمان. فبتقول لهم حاضر، بس بنلاقي انها دبست نفسها لان اللي عندها انستا ولا نيلة وبتفضل تدور على طريقة تعمل بها حساب انستا، بس ده بيكون من غير اي فايدة. وبتروح الفتيات كلهم بعد كده لاجتماع العمل وبيقولوا المدير انه عارف ان في مجموعة من الشباب بيحاولوا يضايقوهم، وعلشان كده للاحتياط ما يدوش اي حد طرق التواصل الاجتماعي بتاعتهم. وبتبقى ولا هي هنا وبتفضل تفكر ازاي تعمل حساب لها بس من غير اي فايدة برضو. وفي الوقت ده بينتقل بنا المشهد لملعب الباسكتلاند واللي بيدخل فيه مجموعة من المتحرشين. فبتلاحظ وجود الاشخاص دول في الملعب وينادوا عليها بعد كده، وده طبعا علشان يشتروا منها المشروبات وبتديهم المشروبات وبيفضلوا يعكسوها، بس هي بتتجاهلهم اصلا ومش بتديهم اي وش. فبيضيع منها ال3 لما بيلاقوا ان مفيش اي امل منها. بس اول ما بيطلب منها واحد حساب الانستا بتاعها بتتعصب عليها وبتقول انها ما تعرفش تعمل حساب على الانستا الغبي ده. وبتقول لهم انها تديهم شرف انه يبقى اول متابعين لها على الانستا لو عرفوها ازاي تعمل حساب اساسا. فبيخاف منها ال3 وبيوافقوا على تعليمها، وفعلا بيوروها ازاي تنزل التطبيق وتعمل حساب. وبعد ما بتعمل حساب بتبقى طايرة من الفرحة اخيرا لان بقى عندها حساب دلوقتي. وبنعرف بعد كده حكاية واحدة من باعي المشروبات دي واللي كانت في صف الثالث الثانوي، وجت ساعتها للملعب علشان تتفرج على الماتش هنا وعجبت بالمشروع بتاع باعي المشروبات. بس مع الوقت بدل ما تشتغل في بيع المشروبات بتشتغل في مطعم. وبنشوف هي ماذا وهي في العمل ومضايقة جدا من الملل اللي هي فيه. وبتعدي من قدامها رورو في الوقت ده فتحسدها على شغلها. وبيجي واحد من المشجعين في الوقت ده بيطلب منها الطعام وبعد كده بيمشي. بيلحظ المدير انها محبطة فبيسألها ايه مالك، وبتقول له ان كل تمام. فبيحاول يفرحها المدير وبيقول لها انه هيزود مرتبها فيه